السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباحكم مشرق بنور الله. النهارده بقى ايه، لسه راجعين بقى من المصيف امبارح، قضيناها كده ايه، جبنات وحاجات. قلنا بقى لا، النهارده بقى ايه، نقوم نعمل ايه، شويه اكل حلوين كده. هنعمل بقى كفته مشويه على الجريل، وشويه مكرونه وسلطه بقى بتاعت الحاتي من اللي تستاهل بقكم. ماشي يا حبايبي، تابعوا كده الوصفه وهتعملوا احلى مكرونه واحلى كفته هتاكلوها. طبعا عشان احنا جايين تعبانين من المصيف وكده، فعايزين حاجه سريعه ما اقفش كتير في المطبخ. تابعوا الفيديو كده وشوفوه، وما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ماشي، يلا صلوا على النبي كده وشوفوا الوصفه. انا طبعا جبت دول بصلتين، ضربتهم في الكبه جامد، وحطيت بقى عليهم ملح، وهنعصرهم عشان ناخد الميه بتاعتهم. تمام كده. انا لبست هنا كلافز عشان طبعا ريحه البصل والكلام ده في الايد، واعرف اتمكن ان انا اعصرها جامد. هناخده بقى ايه، القشر ده بتاع البصل مش هنرميه، هنحطه على اللحمه المفرومه عشان نعمله الكفته. والميه دي هنصبع بيها الكفته بقى. والله كانت جميله جميله قوي يا بنات، يا ريت تجربوها. ولو عندك جريل او صينيه او اي حاجه اعمليها فيها، كانت تحفه وطعمها احلى من كل مره انا بعملها. ان كل مره انا بعملها في الصينيه وبحطها في الفرن، المره دي قلت لا، انا هعملها في الجريل. تمام كده. بصوا بقى، حطيت بصلتين، خدنا الميه بتاعتهم اهو على جنب، وهنحط بقى فلفل اسود وملح وسنه شطه. ما بحطش اكتر من كده في البهارات ولا اي حاجه، علشان احس بطعم الكفته. تمام، ما تزوديش بهارات ملهاش اي لازمه. بس بصي ادعكيها بقى جامد جامد كده لحد ما يبقى فيها ايه، الخيوط بتاعتها طلعت كده، عشان لما تصبعيها تبقى معاكي كويسه، ما تفكش ابدا. تمام كده اهي. بصوا بقت يعني تعجنيها 10 دقايق، تفضلي تعجني فيها. جبت بقى العيدان الشيش ديت، وقلت بقى هعملها فيها عشان انا هعملها على الجريل، هشويها على الجريل. بصي تحفه، وما فكتش خالص، وطلعت زي الفل وجميله. يا ريت تجربوها، دي حلوه احلى من برضو ايه، من كل مره اللي انت بتعمليها اللي هي في الصينيه كده. لا دي جميله قوي، ومشويه من فوق وتحت وكل حاجه، والجناب بتاعتها وكانت جميله جدا. اللي ما عندهاش جريل تعملها في الصينيه عادي، بس صينيه ما تكونش بتلزق عشان ما تلزقش فيها. تمام كده يا حبايبي. انا بقى هصبحها. وطبعا المكرونه سهله جدا، يعني انت بقى عايزه تعمليها بالثوم، عايزه تعمليها بالبصل، انا بعملها عادي، اللي هو يعني معلقتين زيت، وبقوم حاطه معلقه صلصه معلبات، وضربه الطماطم بقى ايه عليها، وخلاص على كده تتسبك وبتسلق المكرونه. سهله جدا، انا ما اخدتش في الاكله ديت حاجه، لان اصلا انا كنت طبعا انتوا عارفين السفر والهده والمصيف وكده، بتبقي جايه تعبانه، فبتبقي عايزه اكله سريعه كده وتقعدي. وطبعا ربنا يرحمنا في الجو الحر ده، الايام دي الجو حر قوي 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 يا بنات. فانتوا ما تصعبوش الدنيا على نفسيكم، استسهلوا اي اكله تكون سهله، يعني ما تخليكيش تقفي في المطبخ كتير واعمليها. تمام كده. تنسونيش في اللايك يا بنات، لايك 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 وشير للفيديو. بصوا دهنت بقى الجريلا كده بنقطه زيت، مش كتير، هي نقطه بس، ايه دهنت بيها الجريلا كده، وقمت رصيتهم كلهم فيها، هم جم على القد وتمام. بتهدي بقى النار عليها وبتسيبيها، بتبقى بصوا تحفه، هتشوفوها لما هتطلع تبقى جميله. صلوا على النبي كده يا حبايبي. بص اهو الصلصه مفيش يعني اسهل منها. انا بحط معلقه صلصه معلبات، وقمت ضربه الطماطم في الخلاط، وقمت كباها عليها. تمام كده. بص انا ما كبتش الطماطم كلها اللي انا ضربها في الخلاط، عشان انا لما ببقى قايله لكم لما باجي اعمل طماطم في الخلاط بضرب بالزياده، وبقوم شايلاها في كيس في التلاجة، بدل نزلت الخلاط وعملت طماطم يبقى انا اضرب كيس واشيله الزياده في التلاجة. ينفعني بقى في اي مره تانية هاجي اعمل اي حاجه، ينفعني اطلعه في ساعتها. تمام كده. خليكي واعيه وقرشانه كده وقروبه، ولما تكوني بتعملي الحاجه زودي في الكميه كده، حتى لحمه مفرومه، صلصه، اي حاجه انت بتعمليها زودي في الكميه بتاعتها شويه، وشيليها في كيسه في الفريزر، مش هتكسر معاكي خالص يا حبيبتي، هتنفعك بعد كده. يلا بقى نعمل سلطه الحاتي بقى، احلى سلطه حاتي. بصي بتجيبي الطماطم تقطعيها شرايح زي ما بتروحي بره وبتاكليها في المطاعم،
تبقى جميله وسهله قوي. هي التركه بتاعتها اللي هي كوبايه ميه ساقعه بتحطيها فيها، تكون ساقعه متلجه تحطيها فيها. احنا طبعا بنخرط هنا طماطم، جزر، خيار، كزبره وبقدونس وبصل، تمام كده. وبتحطي بقى فلفل اسمر، كمون، شطه، ملح بس. وميه ساقعه، هي ايه حلاوتها في الميه الساقعه بقى المتلجه، وتزوديها وتسيبيها. والله كانت جميله جميله قوي يا بنات. والميه بتاعتها تشربيها كده وتركنيها بقى، تركنيها بقى في التلاجة لحد ما تيجي ايه تاكلوا. بس احنا كده عملتها، الافضل يعني تعمليها ساعه الاكل، تبقى جميله قوي. بصوا لون الكفته وطعمها يا ريتكم تدوقوا طعمها، والله جميله جميله قوي يا بنات. او تعصري عصره ليمونه على السلطه، والكفته ولا فكت ولا اي حاجه، كان طعمها متحمر من فوق ومن تحت كده، جميله، ولا نزلت ميه ولا اي حاجه، عشان احنا طبعا ايه شايلين ميه البصل منها. والجريل بينشفها وبيخليها جميله قوي. بس بقى انا ايه نحدقها بقى ايه ونخليها ايه الملح بتاعها مظبوط وتبقى زي الفل. والمكرونه، وادي اكله احنا عملناها وارتحنا من الحر. بصوا اهو منظر الاكل بقى. وحمرت بطاطس برضو اهوت وبقت زي الفل. ده كله ما اخدش معايا ساعه، وكنت عاملاه وكل وقعدت ورحمت نفسي من الوقفه في المطبخ الصراحه، عشان الجو كان حر وانا كنت جايه تعبانه ولسه هنفضي شنط المصيف ومش عارفه ايه، فكان يعني دربكه. بصوا الكفته طالعه متماسكه وجميله ازاي من جوه. بصوا حلوه ازاي ومفرغه وطعمها بقى والله يا بنات تحفه. يا ريتكم تجربوها كده، هتاكلوا احلى كفته. وطبعا المكرونه والكفته هي اسهل حاجه يعني في الصيف، وخفيفه برضو على المعده. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. حبايبي بحبكم في الله، ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. وخشوا شوفوا فيديوهات المصيف اللي كنت منزلاها واحنا هناك، هتعجبكم قوي وبالاجواء بتاعتها وكلها جميله. بصوا الميه بقى والشكل واللون. صحة وعافية على اللي أكل، وصحة وعافية على قلبكم يا حبايبي. أشوفكم في رعاية الله، مع السلامة. أشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي.